عزيزي الفشيخ، أهلا بيك في فيديو فشيخ. قبل ما نبدأ كده صلي على النبي وتدعي لإخواتنا المستضعفين إن ربنا ينصرهم. ومن أهم أحداث الفيديو اللي فات لما خرج شون وأصحابه في مهمة، والمهمة دي إنه يعثر على الكوكب اللي فيه بلورة المصدر، وبعد شوية أيام من البحث بيعثر عليه وبيقسم فريقه لنصين، نص هينزل تحت للكوكب ونص هيفضل في السفينة. وفعلا بينزل شون وفريقه على الكوكب ده وبيتسللوا لداخله. لما بيدخل المناجم بتاعتهم بيلاقي حاجة غريبة جدا، وهي انهم بينقلوا الفضة السحرية لمصنع ضخم. لما بيدخل المصنع ده بيلاقي بركة ضخمة جدا فيها فضة مسالة، وفجأة بيقرب زعتر على البركة دي وبينده على واحد اسمه باو، فبيخرج من البركة دي اخطبوط. اول ما بيشوف زعتر بيجري عليه يحضنه. يا ترى ايه حكايتهم هما الاتنين؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الفيديو ده. لو فايتك اي حاجة من الاحداث المهمة دي ارجع شوفها في الفيديو اللي فات. بيقعد الاخطبوط ده يقول للزعتر انا كنت مفكر ان انا مش هشوفك تاني. بيقول له لا طبعا، ازاي، ما انا موجود اهو، وحتى بص معايا مين. الفكره بقى ان باو ده اول ما بيشوف شون بيجري عليه ياخده بالحضن وبيقول له ازيك يا سيدي، عامل ايه، انا مفتقدك من زمان. بيمسكه كده شون بقرف وبيقول للزعتر ده تبعك برضه ده ولا ايه، من العالم بتاعك يعني؟ بيقول له ايوه طبعا، ده كان معاك دايما، وبالذات وانت بتتامل كان بيعيش على الطاقه اللي بتخرج منك. بيبدا يتكلم باو ده مع شون وبيقول بصراحه انا كنت في الاول بمشي معاك وما كنتش محتاج اني اتناول اي حاجة، دلوقتي بقيت مضطر ان انا اتناول الطعام. وبيفهمه انه في العالم التاني كان بيتغذى على القوة اللي بتخرج منه، وانه فضل جنب هالة حاكم التنانين ده لحد ما اتقتل، ومن بعدها تم القائه في الفضاء. وفضلت اسبح واسبح واسبح لحد ما قلت ان انا لازم ابقى قوي علشان انتقم لسيدي، لكن انا دايما كنت ببقى عايز انام، لحد ما عثر عليا الرجال القبيحون دول، ولقيت ان هما بيستفادوا من اللعاب بتاعي. فبيفهم شون ان السائل الفضي ده هو اللي بيفرزه، وانه لما بيستهلك الفضة السحرية ده بينتج بلورة المصدر. بعد ما شون بيعرف كل ده بيقرر ان هو لازم ياخده معاه، فبيطلب منه زعتر وبيقول له ممكن تنقل نفسك لبره الكوكب واحنا هناخدك من هناك. بيقول له بس في هنا طعام كتير قوي ولذيذ وانا مش متضايق. بيقول له زعتر لا لا لا، سيبك من كل ده، انت هتيجي معايا المكان تقدر تنام فيه من غير ما تحتاج انك تاكل. بيكون رد بقى وخلاص قشطه ماشي انا جاي معاك، بس عرفني بقى ازاي الانتقال الاني ده عشان انا ما اعرفش. فبيطلب منه شنو، بيقول له خبيه يا عم خلينا ناخده معانا. فبيستخدم زعتر تقنيه الوهم وبيخبيه. بعد ما بيستخدم عليه تقنيه الوهم بيحطه في الفضاء بتاع شون، وبيقول له احنا قدامنا دلوقتي ساعه، اكتر من كده تقنيه الوهم بتاعتي هتفضحنا كلنا. وبيبداوا يخرجوا هم الاربعه زي ما دخلوا للكوكب لحد ما بيركبوا السفن بتاعتهم وبيكونوا على وشك انهم يخرجوا من المجال الفضائي بتاع الكوكب. في اللحظه دي بتنتهي تقنيه الاختفاء بتاعه زعتر، وبيتم ايذاع ان في اختراق في الكوكب. وفجاه شون بيلاقي نيني بيقول له هي اللي هناك دي سفينتنا الحربيه يا شون. اول ما شون بيبص بيتصدم لان السفينه الحربيه بتاعتهم اتفتتت حرفيا. ما بيصدقوش كلهم وبيقول شون يا نهار ابيض صحابي. ولما بيحاول يتصل عليهم مفيش اي اشاره، فبيقعد يعيط وبيقول ازاي حاجه زي دي ممكن تحصل. ساعتها يوجي بتقول له يلا يا شون لازم نمشي من هنا بسرعه والا هنبقى زيهم. بيكون شون متضايق جدا وبيقول اللي حصل ده مش هيعدي بالساهل، انا عايزك تفجر الكوكب ده حالا يا زعتر. بيقوله زعتر تمام يا قائد، في خلال 30 ثانيه همحلك الكوكب ده من الكون، بس لازم نمشي من هنا باقصى سرعه. فجاه بيتصدم شون لما بيسمع صوت كيون وبيقول له انت رنيت عليا من شويه يا قائد، معلش كان في مشكله في الشبكه. طبعا شون وكل اصحابه بيكونوا مبهورين، انا فكرتكم متوا يا عم. بيقول له كيون اسكت يا رئيس، ده حصل حته حوار، احنا بمجرد ما اطلقنا صواريخ الماده المضاده اقتربت سفينه حربيه وتعرضت هي للضرب، فحراس الكوكب ده قبضوا عليهم ودمروهم تدمير ساحق، وكان مشهد مؤلم جدا. فشون بيقول زعتر هو احنا ممكن نلغي تفجير الكوكب ده لان في ناس كتير قوي ملهاش ذنب. في اللحظه دي الكوكب بينفجر انفجار ضخم جدا، فبيتصدم كيون وبيقول هو ايه اللي بيحصل. وبيقول شون يا نهار ابيض كل ده انفجار. حاجه كمان بقى، الكوكب ده انفجر بسبب 1% من القوه اللي شون اخدها من طائفه تانج. فبيقول له زعتر دلوقتي يا قائد احنا خدنا بقى وفجرنا الكوكب اللي كانوا بينتجوا منه. وبيلاقي كيون بيقول له اكيد يا رئيس مش انت اللي عملت كده صح؟ بيقول شون لكل المركبات اللي معاه ليهرب الجميع، وبيرجعوا لسفينتهم الحربيه بسلام. وخليكم فاكرين ان اسم المركبه دي هو 33. بعد ما بيصعد على السفينه بتاعته بيلاقي زعتر بيقول له الحق يا سيدي، في حاجه مهمه جدا لازم اعرفها لك. عشيره الكوكب اللي احنا فجرناه اللي هي عشيره كونج هم حساسين جدا للهاله بتاعه الوحش باو، طول ما احنا ضمن النطاق بتاعهم هيعرفوا مكاننا. الموضوع خطير جدا علينا يا كبير.
كتير. بيقول شون شكلنا مش هنعرف نختفي منهم، فبيؤمر شين انها توصل للقيادة انهم قدروا يخترقوا الكوكب 76، لان بديهي تدمير مصدر انتاج البلورات بتاعهم هيؤدي الى رد فعل انتقامي. وبسبب تدمير كوكب بلورات المصدر، عشيرة كونج مش غبية، لانهم هيخمنوا ان الاتحاد هو اللي عمل كده، اكيد هيردوا، فلازم الاسطول بتاعنا يكون مستعد. بيسألوا كيون وبيقول له طب هنعمل ايه دلوقتي؟ بيقول له شون كل اللي هنعمله هنستنى اوامر الاسطول. فبيقول كيون احنا المرة دي ارتكبنا غلطة فادحة بجد. بتقول له شين على فكرة احنا ما كناش هنعمل كده، احنا فكرناكم متم بسببهم. فشون قام بتفجير الكوكب. على الجانب الاخر في القيادة بتوصل رسالة من سفينة 33 اللي هي سفينة شون، والرسالة دي بتقول ان السفينة الحربية 33 نجحت في التسلل لكوكب 76 ودمرت المنطقة الأساسية التابعة لعشيرة كونج اللي فيها بلورات المصدر، وبيؤكدوا كمان على تدمير المصدر كامل. ساعتها القائد بيتصدم وبيقول دول عددهم 7 بس. استنى كده، انت قلت لي انهم فجروا الكوكب كله؟ بيقول له ايوه، تم تدمير كوكب 76 بما فيه منشأة بلورات المصدر. بيقول القائد هي العيال دي اتجننت ولا ايه؟ فجروا بلورات المصدر؟ بيقول له ومش بس كده يا قائد، ده بلغوني اوصل لحضرتك كمان ان عشيرة كونج ممكن تنتقم مننا في اي لحظة، فطلبوا مني اننا نكون مستعدين لاي حاجة من دي. بيقول يا نهار ابيض ايه الفوضى دي، انا حرفيا بدأت اسمع دقات قلبي. بسرعة وصلني بالسفينة الام، انا عايز اكلم القائد. وفعلا بيكلم القائد وبيقول له الاطفال اللي احنا بعتناهم فجروا كوكب 76، فجروا بلورات المصدر. انا مش عارف اوشي ويري منك فين والله. بيتصدم القائد الاعلى وبيقول له انفجر؟ انا مش مفهمك ان اجراءات امن بلورات المصدر صارمة جدا، ازاي يفجروها؟ بيقول له معرفش، المشكلة دلوقتي ان ما عادش في وقت وهتيجي عشيرة كونج عشان تقتلنا. بيقول له القائد الاعلى طب استنى بقى استنى، انا لازم ابلغ الاتحاد بحاجة زي دي فورا. بعد كده بيرد عليه القائد الاعلى وبيقول له طب اسالهم لي كده هم تم اكتشافهم ولا لا؟ بيرد ويقول له تمام ماشي هسالهم، بس عايز اقول لك ان هم بيقودوا طائفة حربية تابعة لطائفة تانج اسمها سفينة الاجنحة السماوية 33. وبعد شوية بيطلب منه القائد الاعلى ان هو يدمر جميع البيانات اللي لها علاقة بالموضوع ده، وهنعتبر ان الحادث ده ما حصلش ولا نعرف عنه اي حاجة. بيكون رد القائد تمام. على الجانب الاخر بيوصل اللي حصل ده لشون وفريقه، وان الاتحاد تظاهر انه ما يعرفش السفينة دي اصلا. فبيقول لهم شون طب خلينا بقى نتوجه لنجم تيان. وبعد سفر 3 ايام بتوصل السفينة 33 للمجال الجوي لنجم تيان، وده لان الاجواء هتكون صعبة جدا فعايزين يختفوا شوية عن الانظار في الكوكب ده. المهم بعد كده بيهبطوا في الكوكب، والكوكب ده بيكون عليه وحوش روحية وتنانين. فبيعمل تجربة كده شون وبيخرج قوة روحية من عنده، فبيخاف جدا منه الوحش الروحي ويطلع يجري. فبيفرح شون وبيقول طلعت شغالة، وبيطلب شون من زعتر انه يحوله هو واصحابه للناس اللي اشكالهم زي الكوكب ده، وفعلا بيحولهم يبقوا شبه سكان الكوكب، وبيتعمقوا لداخل المدينة وبيكون اول مرة لهم يشوفوا كل الحاجات دي. ده حتى كيون بيتصدم لما بيشوف حصان براس بني ادم. بعد كده بيتوجهوا لاحدى القاعات اللي فيها تاريخ الكوكب، وبيكونوا عايزين يجمعوا معلومات تكون مفيدة للاتحاد. وبيقرأ في الكتب اللي جوه ان في نظام نقل فوري ضخم داخل نجم تيان لونج، وانه يقدر ينتقل لنجم تاني في لحظات، يعني مجرد ما يدخل مصفوفة النقل الآني في اللحظة اللي بعدها بينتقل للجانب الآخر. بس في إحدى الأيام حدثت طفرة على نجم تيان لونج، ودي اللي أدت لظهور التنانين. وهكذا وصلنا للوضع الحالي. فجأة بيلاقي شين بتقول له خد خريطة نجم تيان لونج ها شون. لما بيبص في الخريطة دي بيكتشف ان موجود 13 مدينة، وبتشير كمان الى ان النجم ده كان فيه 18 فارس، كل فارس منهم عنده قوة خارقة. احنا دلوقتي موجودين في مدينة فينج لونج، المعادن اللي فيها وفيرة بشكل خاص. بيقول بقى لشون لاصحابه يلا بينا نتوجه لمركز تجارة المعادن، وفعلا بعد دقايق من المشي بيوصلوا. وعلى السريع كده نظام فتح الصناديق ده معتمد على الحظ، يعني انت بتدفع فلوس وبتختار قطعة من الاحجار، بعد كده توديها لخبراء التقييم يتحققوا منها. لو طلعت بلورة من بلورات المصدر فانت هتبقى غني، اما بقى لو طلع حجر عادي فانت كده خسرت فلوسك. المهم شون بيكون متضايق جدا لان مش معاه حساب يقدر يشتري بيه، وبيلاقي شون حد خارج من قاعة المعادن، فبيقول هو ده الهدف. بيقرب عليه شون وبيقول له بقول لك يا صاحبي ما تيجي على جنب كده هقول لك كلمتين، انا شايفك لسه خارج دلوقتي من جوه. بص انا معايا شوية حاجات كويسة قوي، ايه رأيك تشتريها مني؟ بيبص حواليه الشخص ده وبياخد شون على جنب وبيقول له قول لي بس انت حصلت على الاشياء اللي انت بتقول عليها دي منين؟ لو البضاعة بتاعتك كويسة فالسعر هيبقى
بقى عالي وقابل للتفاوض. بيخرج له شون قطعة فضة ويديها له، فالشخص ده أول ما بيشوفها بيتصدم، بيقول له دي الفضة المميزة. بيضحك بقى شون ويسأله ويقول له ها سعرها كام؟ بيكون لسه مستغرب وبيقول له انت حصلت عليها منين؟ بيقول له شون دي فضة غارقة مفعمة بالحياة، زي ما انت عارف ان القطعة دي بتحظى بتقدير كبير في عالم البشر. بيقول له البضاعة كويسة بس مصدرك مشكوك فيه، هيبقى صعب عليا اني ابيعها. فشون بيقول له خلاص هشوف اي حد تاني غيرك. فبيشده وبيقول له لا 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 استنى عايزها بكام؟ بيقول له شون احنا مش هينفع نقف نتكلم هنا، زائد انا مش مقيم في الكوكب ده فمش هعرف اتداول، محتاج هويتك نتداول بيها، ممكن نبقى اغنياء كلنا مع بعض. فبيقول له الشخص ده خلاص تعالى ورايا. بيكون رد شون صحابي معايا وهيجوا معانا. لما الشخص ده بيسأل شون عن اسمه بيقول له شون انا اسمي شو. بيكون رد التاني عليه وانا اسمي ليانج. لما بيدخلوا للمنزل ليانج ده بيعمل حاجة حوالين الشباك، فبيستغرب شون وبيقول هي ازاي ميزة زي دي موجودة هنا؟ بيرد ليانج ويقول له الغرف هنا بتحتوي على نظام عازل للصوت لمنع تسريب الصوت، بضمن لكم ان مفيش اي حد هيسمعنا ومفيش اي اجهزة مراقبة. خلينا نتكلم بصراحة، انا عايز نقسم الارباح، انت هتاخد 70% وحصتي 30%. بيقول له شون مفيش عندي اي مشاكل، بس عندي طلب تاني، احنا مقيمين هنا غير موثوقين في البلد، عايزين حساب لشركة تيان لونج علشان نقدر ندفع بيه. بيقول له ليانج ايه هي الكمية المتوفرة معاكم من المنتج ده؟ وهل هتعرفوا تجيبوا لي منها كمان في المستقبل؟ بيقول له شون بصراحة معرفش هضمن اجيب لك في المستقبل ولا لا، بس دلوقتي بمجرد ما احصل على البضاعة هتصل بيك واسلمها لك. بيقول له ليانج وانا هضمنك ازاي؟ افرض بعد ما انا اديك الحساب تروح تتداول انت بنفسك وتبيع. بيقول له شون يا عم الموضوع بسيط خالص، هفتح لك حسابي تقدر تطلع منه على جميع معاملاتي. بيقول له ليانج طب معاك كمية قد ايه؟ بيخرج له شون الكمية على الترابيزة وبينبهر اول ما بيشوفها. فبيقول له ليانج انا هاخدها بيعها، ها واثق فيا ولا لا؟ بيقول له شون يا عم اعتبرهم بتوعك، وبيدي له دفعة اولى من المبلغ. بعد كده بيتناقش شون مع اصحابه ان هم هيقدروا يحصلوا من الكوكب ده على موارد كتيرة قوي ثمينة، وانهم هيرجعوا بعد ما يوصلوا بول الكوكب بتاعه. فبيسألوا فينج وبيقول له طب احنا هدفنا النهائي ايه دلوقتي؟ بيرد شون هدفنا ان احنا ندور على جوهرة الحياة لنجم تيان لونج. انا عندي فكرة كده ممكن نعثر بيها عليها، التنانين بتحظى بمكانة عالية جدا في نجم تيان لونج، احنا علشان نفكك عشيرة تيان لونج ونسيطر على نظام نجم حصان التنين لازم نبدأ من الداخل. بتتصدم شين وبتقول له اكيد يا شون انت ما بتفكرش تنتحل شخصية احد افراد عشيرة تيان لونج صح؟ بيقول لها بالظبط كده زي ما انت قلتي. بتقول له لا 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 الموضوع خطير جدا. بيقول لها دلوقتي انا السلالة بتاعتي هتؤثر عليهم بشكل طبيعي لاني من سلالة التنين، لو انا قدرت ابقى فارس تنين على نجم تيان لونج هخليهم ما يمتلكوش اي خيار غير ان هم يعترفوا بيا. بيقول له كيون انت اكتر شخص جريء قابلته في حياتي يا شون. بيقول لهم شون يا جماعة احنا المفروض نؤسس التعاون الاول، انا محتاج ابقى قوي علشان ارسخ وجودي في عشيرة تيان لونج على الاطلاق. بيقول له نيني يعني انت عايزنا نعمل ايه دلوقتي؟ طيب بيقول لهم شون يلا بينا نتوجه للسوق ونكسب المزيد من المال. وبيوصل شون وبيقول للزعتر جه وقتك بقى يا زعتورة. وبيدخل شون عند ادنى واحد عنده قطع اثرية وبيشتري هو واصحابه 7 تذاكر من ارخص التذاكر، سعر التذكرة الواحدة 5 عملات من عملات حصان التنين، وبيختاروا 7 احجار خام لكل منهم مظهر مختلف، وكلهم جميعا متغطيين بطبقة سميكة من الخام، شكلهم باين عليهم احجار عادية يعني. لما بياخدوهم بقى بيروحوا لمنطقة التقييم. بيبص شون على الراجل ده وبيقول شكله كده مش جدير بالثقة، انا مش مطمن للراجل ده، لكن بيفاجئهم لما بيقول لهم انا هشتريهم منكم مقابل 4500 قطعة نقدية. بعد كده بتحضر شين القطعة بتاعتها وبتقول له طيب انا عايز اقيم دي. بيقيم سعرها وبيكون 2300، وبيقيم القطعة التالتة ب 3500. بعد ما بيعرضوا كل القطع اللي معاهم بيوصل الاجمالي ل 23000 قطعة، يعني هم كده دلوقتي كسبوا 22000 قطعة. بعدها بيستثمر شون تاني وبيشتري قطعة اغلى واغلى، ولما بيروح علشان يقيمها بيلاقي ان قيمتها 40000 عملة. فبعد كده شون بيستثمر بكل الفلوس اللي معاه وبيشتري حجر، لكن الشخص اللي بيقيم ده بيقول له للأسف الحجر ده طلع فالصو، انت خسرت كده يا نجم. بتزعل جدا شين وبتقول احنا كده فشلنا، خسرنا كل فلوسنا. بيقول له شون انت متأكد ان انت قيمت الحجر صح؟ بيرد عليه الشخص اللي بيقيم ده وبيقول له انت بتشك فيا؟ قبيلة اللحية السوداء عندهم مثمنون محترفون. بيحط ايده شون على الحجر وبيقول خلينا نفتحه ونشوف. وفعلا شون بيفتح الحجر
الحجر وبيطلع جواه حجر ثمين. فبيتكلم الشخص اللي بيتمن ده مع نفسه وبيقول ده قدر يفتحه بسهولة، اكيد هم واجهوا عضو قوي من قبيلة البحر الازرق. بيقعد يبص الشخص ده وبتبدأ الناس تيجي تتفرج على اللي بيحصل. لما بيبص بقى جوه الحجر بيطلع مادة التيتانيوم. طبعا مش محتاج اقول لكم قد ايه التيتانيوم غالي. بيضحك شون وبيقول للشين ما تقلقيش احنا مش هنخسر فلوسنا. في اللحظة دي بيطلب منهم المثمن انهم يجوا معاه ورا كده علشان يتكلم معاهم. ما هوش عايز يتكلم قدام الناس عشان ما يتحركش ويطلع كذاب. بيرفض شون وبيقول له انت عايز تاخدنا ورا علشان تعمل معانا اي حاجة شريرة او تضحك علينا؟ لو عايز تشتري حاجة زي دي اشتريها دلوقتي حالا وقدام الناس. بيضرب الشخص ده وبيتضايق جدا وبيقول اللي انت بتعمله ده هلا قدرات التقييم لدى قبيلة اللحية السوداء لا مثيل لها في النظام النجمي. انت بتحاول عمدا انك تصفعنا على وشنا وانا مش هسمح لك. بيقول له شون انت بتهددني؟ بيكمل الشخص ده وبيقول له في المستقبل قبيلة اللحية السوداء هترفض اي تعاون معاك وهتبلغ قبيلة البحر الازرق الخاصة بيك كمان وهتطرد وهتتبهدل وهيطلع عين اهلك. بيقول له شون ياه كل ده هيحصل لي؟ وبيخرج هالة التنين الملك بتاعته وبيخرج التنين ده وبيقول لهم ازاي تهددوا اللي تحت حمايتي. ساعتها بينزلوا كلهم يظهروا الاحترام وبيقولوا طبعا لا يا صاحب السعادة احنا ما نجرؤش ان احنا نعمل كده. بيقطع الحديث ده تنين فض بيتدخل وبيقولوا انتوا بتتجادلوا ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ اول لما بيشوف التنين بتاع شون بيظهر له الاحترام هو كمان وبيقول له مين اللي اغضبك يا سيد عشيرة التنين؟ طبعا الناس بيكونوا واقفين مصدومين هو ايه اللي بيحصل. بيفهمنا شون بقى وبيقول لحسن الحظ ان احنا دورنا في تاريخ نجم تيان لونج كويس علشان في ترتيب للوضع الاجتماعي في نجم تيان لونج على شكل هرمي بحيث بتحل عشيرة تيان لونج اعلى المراتب، بعدها عشيرة التنين العليا، اسفل منها عشيرة التنين الوسطى، وبعدها عشيرة التنين السفلي خالص، ثم كائنات كده صغيرة بتشبه التنانين. المهم بيتكلم التنين بتاع شونو بيقول انا جاي هنا علشان اتربح بعض المال. اللي هناك دول بيحاولوا يتهربوا من الدفع ومش بيدونا المال وبيهددونا كمان. يقصد الراجل اللي بيتمن. المفروض دلوقتي نعمل فيهم ايه؟ بيرد عليه وبيقول له على حسب القانون يجب اعدامهم. ساعتها بيتوسلوا وبيقولوا يا صاحب السمو ارحمنا. بيقول لهم تنين شون مش من الضروري ان انت تنفذ الحكم، ادونا المال انا جاي هنا اجني المال مش بهتم بحياتهم. اول ما بيسمعوه بيقول كده حاضر هندفع لك كل المال اللي انت عايزه، بل هندفع لك اكتر، هندفع لك مليون. في اللحظة دي بنتصدم بقى لما بيتحول التنين ده لشين، يعني شين هي اللي كانت متحولة للتنين. طبعا بيتصدم التنين الفضي وما بيصدقش عينيه. بيعجب بها جدا التنين الفضي وبيقول ده احد افراد عشيرة التنين العليا واللي بيقدر يتحول لهيئة بشرية، ده حرفيا شخص ممكن يبقى من الفرسان، لازم الاقي طريقة واتعرف عليها. بيكمل الخطة شون وبيقول بعد اذنك يا معلم هو في اي مزادات اليومين دول؟ اصل السيدة العليا اللي هي بتتحول للتنين دي بتهتم بالمزادات اللي بتقام هنا. ساعتها التنين الفضي ده بينتهز الفرصة وبيقول هي دي فرصتي انا هجيب لك الدعوات حالا، يا ريت بعد اذنك تدعو صاحبة السمو بنفسك. وبيقدم لشون دعوات VIP وبيقول له دي الدعوات اللي في مزاد النهارده. ومش بس كده ده بيقدم له الدعوات ومعاها رشوة فلوس وبيسيب شون ويمشي. طبعا شون بيبقى مستغرب جدا ليه هم بيحتاجوا حد زي ده يشارك في المزاد. بعد كده بيحل الليل عليهم وبيكون معاهم فلوس كتير جدا وبتعجب جدا فيروز بالفلوس دي وبتقول انا بدأت احب الكوكب ده، يا ريتني كنت بعرف اتحول لتنين يا اخي كان زماني عشت هنا. بيخرج لهم شون الدعوات وبيقول احنا حصلنا فعلا على دعوات مزاد النهارده، هو ده راس مالنا. العضو اللي من عشيرة التنين السفلي ده كان متحمس ان احنا نروح المزاد بشكل غير عادي، على الله بس ما يبقاش في اي مشاكل لما نروح المزاد. بتقول له شين طب افرض دلوقتي يا شون انا اتحولت لهيئتي البشرية، هل احد افراد عشيرة البحر الازرق هيشك فيا؟ بيقول لها شون ممكن على فكرة تظهري في هيئتك البشرية عادي بس بعد ما تبقي تنين، هما هيمشوا لك اي حاجة لانهم بيقدسوا التنانين وملكيش دعوة، انا هبتكر لك قصة لو حصل اي حوار، وده لو حاولوا ان هم يستفسروا عن اصلك ولا حاجة. بعد كده بيسأل شون يوجي وبيقول لها لقيتي حاجة؟ بتقول له للاسف لا المكان واسع جدا بس انا حسيت ببعض التغيرات في العناصر
العناصر المعدنية طول الوقت. في عناصر على الكوكب ده نشطة للغاية تحت الأرض. أنا هستخدم تقنية التهرب من المعادن النهاردة علشان أتحقق. جايز نعثر على حاجة تشبه الكنوز. أكيد مستودع المعادن اللي عندهم ضخم جدا لدرجة إنه مستحيل إخفائه. بيقول لها شون اوعي تاخدي أغلى العناصر اللي عندهم، هدفنا هو الحصول على البلورة بس. يا ترى يا هل ترى بقى إيه اللي هيحصل لما شون يروح للمزاد، وإيه العقبات والمشاكل اللي هيدخل عليها بسبب تدمير الكوكب. أحداث مهمة جدا لازم تتابعها يا صاحبي. فاكر بقى رقم السفينة اللي أنا قلت لك 33؟ أهو ده بقى كلمة سر الفيديو ده. أما دول فهم كل الجامدين اللي قالوا كلمة السر الصح في الفيديو اللي فات. لازم تبقى جامد زيهم وتكتب لي كلمة السر تحت في أي كومنت. وطبعا بوجه التحيات والشكر الخاص للمنتسبين اللي بيدعموا القناة. وعلى فكرة موضوع الدعم ده متاح لأي حد، تقدر تدعم القناة بأي طريقة أنت عايزها. وبس يا صاحبي، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كان معكم أخوكم الملخص الفشيخ اللي بينزل كل يوم، وسلام.